السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين فدان القلقاس اللي انا قاعدة فيه ده؟ كل سنة وانتم طيبين. وده اخر حاجة في الخضار هفرزها عشان شهر رمضان. في الخضار معايا هنا 20 كيلو من القلقاس، ومعايا 20 ربطة من السلق، و20 ربطة من الكزبرة. انا بحط كزبرة بس ما بحطش كزبرة وشبت وبقدونس. اول حاجة هنبتدي بيها هنقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنبتدي الاول بالسلق عشان يعني لسه بقى ايه هننقعه عشان الرملة والحاجات اللي فيه. فبقول لكم يعني ان انا في الاول هبتدي ان انا اخد ورقة السلق، الورق بس زي ما انتم شايفين كده. بنتي كانت بتساعدني. هاخد ورقة السلق، مش هاخد العروق خالص. انا بوريها يعني بقول لها هتعملي كده هتساعدني. فهناخد ورقة السلق بس وهنسيب العروق. هنخلص كمية السلق وبعد كده هننقعها مع الكزبرة. تمام. هنبتدي بقى نقشر القلقاس زي كل سنة. قعدت اهو بقى في الارض وفرشت الملاية فوق السجاد، وابتديت ان انا اجيب قشرة البطاطس. دي اسهل طريقة لتقشير القلقاس عشان ما تتعوريش. الناس اللي كانت بتتعور من القلقاس وهو بيتقشر، دي اسهل طريقة. وانا كل سنة بعمل معاكم بنفس القشارة وبنفس الطريقة. هقشر بقى القلقاس كده. وطبعا احنا اتعودنا ان القلقاس ما بيتغسلش. مجهزة جنبي فوط. دي فوط نظيفة، لازم تكون فوط نظيفة او مناديل مطبخ. بعد ما بقشر القلقاس ما بحطهاش في الارض خالص عشان ما تتلوث من التراب والطين. انتوا عارفين ان هو فيه مادة لزجة كده، اي حاجة بتلزق فيه. فاول ما نقشره نروح جايبين الفوطة مسحينه كويس جدا. جنبنا بقى فوطة 2 على اساس ان احنا ننضفه كويس من بره عشان احنا مش هنغسله. وللناس اللي بتنقعه برضو ده غلط، لان احنا كده بنضيع الفوائد بتاعته خالص. هنقشر بقى زي ما انتم شايفين كده. انا كنت بكلم بنتي عشان كده بتكلمني فانا ببص لها. هنقشر القلقاس ونمسح جامد كده وننضفه كويس ونحطه في الطبق اللي جنبينا ده. طبعا هنقطعه زي ما انتم عارفين بالطريقه اللي تعجبك. انا هنا ما جبتش وانا بقطعه خالص عشان وقت الفيديو كمان. تقطيعه ده يعني مش هقول لكم صعب بس بياخد وقت. فقطعيه بالطريقه اللي تعجبك. انا جبت الفرنشه وقعدت اقطع بقى القلقاس براحتي مكعبات حسب المكعب او حجم المكعب اللي انتوا عايزينه. فجيت هنا للمرحله اللي بعد تقطيع القلقاس. انا كيسته كمان طلع كميه حلوه قوي معايا. القلقاس يا جماعه للعلم القلقاس ما بيتجابش ويتركن. القلقاس بيتعمل في نفس اليوم لانه بيبقى سليم من بره وبايظ من جوه. فهتجيبي القلقاس لازم تعمليه في نفس اليوم. هنا بقى جيت للسلق. انا فرمت كميه السلق كلها في المفرمه في الكبه بتاعه البصل. حطيت عليه معلقتين من الكزبره المطحونه، وحطيت معلقتين من السمنه البلدي او سمنه عاديه او زبده او زيت مش هتفرق. فانا كنت خلصت كمان كميه السلق وسبت دول على اساس ان انا اوريهم يعني اوريهم لكم في الفيديو. يعني انا عملت كميه السلق خلاص وكيست القلقاس شويه بسلق وشويه من غير، لان انا ساعات بعمله بالطماطم. فقلت اسيب بقى الحبه دول عشان تشوفوا السلق وهو مرحله السلق يعني وهو بيستوي على النار. هنا السلق بصوا كان دبل. طبعا الكميه اللي انت عايزاها هتعمليها بنفس الطريقه. هيطلع ميه كده هنسيبها لما يشرب الميه وبعد كده يبتدي يستوي في ميته. وبعد كده يبتدي ان هو ينشف شويه. انا ما بستناش عليه لما يتحمص ويخروش في الحله كده بيبقى اتحرق. لا هو شرب ميته وابتدى ان هو بصوا عامل ازاي بقى عامل زي العجينه اهو، كأن عجينه الحنه بالظبط. بصوا مش عايزاه يخروش في الحله خالص. هنا بقى كميه السلق اهي. انا طبعا كنت كيست ودخلت الفريزر ما شاء الله طلع كميه كويسه معايا. وسبت دول برضو عشان تشوفوني وانا بحط السلق فوق القلقاس. ده السلق اللي هيتحط فوق القلقاس يبقى ده القلقاس اللي هيتعمل بشوربه. وبقيه السلق انا كيسته في كيس وحطيته في الفريزر عشان لو احتجت يعني قلقاس بالسلق زياده او احتجت قلقاس من غير سلق. محبتش اطول عليكم الفيديو. كل سنه وانتم طيبين وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.